ابن القيم من اكتر من 7 قرون اتكلم عن 5 مفسدات بتضر القلب، واللي فهمهم وقتها قدر يعيش بقلب صاحي في زمن ما فيهوش غير الاكل والشغل والحرب. بس النهارده اللي بيضرك مش بس قلبك، دماغك بتضربك كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. انت مش واخد بالك، بس دماغك ما بقتش تفكر زي زمان، دماغك بقت مشتتة، ومن غير ما حد يزعق لك او يضربك او حتى يجي جنبك، انت بتدخل على السوشيال ميديا بدافع الفضول، بتخرج منها وانت مش عارف ليه مكتئب، ليه تعبت، وليه مش قادر تذاكر او تركز. مشاعرك اتبدلت في ثانية، وتفكيرك بيجري ورا حاجات ما تخصكش، وسلوكك اتغير وانت مش عارف ايه السبب. السبب ان التكنولوجيا النهارده بقت مبرمجة انها تشتغل على عقلك مش على وقتك، يعني مش بس تضيعك، لا تشتغل عليك. تشوف انت بتفكر ازاي، تراقبك وتدرسك، وتبدأ تديك جرعة ورا جرعة لحد ما عقلك يبقى مش ملكك. وعشان كده زي ما ابن القيم حذر من مفسدات القلب، اللي بالمناسبه اتكلمنا عنها في فيديو اظن ان انت لازم تشوفه بعد الفيديو ده، سيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. فاحنا النهارده لازم نقف ونسال نفسنا سؤال واحد: ايه اللي بيفسد العقل؟ والاهم، ازاي ارجع السيطره تاني؟ في الفيديو ده جمعت لك 6 من اخطر مفسدات العقل في الوقت الحالي، واللي لازم اي شخص عايز ينجو بعقله في الزمن ده يفهمهم كويس جدا. المفسده الاولى وهي السوشيال ميديا. اخطر حاجه في السوشيال ميديا ان هي مش بتضيع وقتك بس، لا دي بتعيد تشكيل عقلك، بتقطع تركيزك وتخليك كل شويه بتبدا من الصفر. انت بتفتح فيديو وتقفله، بتشوف بوست وتتنقل، دماغك مش بتكمل فكره واحده لاخرها، وده مع الوقت بيقتل قدرتك على التفكير العميق. وده السبب الحقيقي انك بقيت بتنسى بسرعه وتزهق بسرعه وتفقد السيطره على الوقت. بتشوف ده في التعلم بشكل عام، مش عارف تستمر في حاجه لفتره طويله، ولا عارف توصل لمرحله الانغماس او الفلو، بتتخنق بسرعه وعايز تدخل على حاجه تانية جديده. وده بيقتل عندك روح انهاء المهام، اللي بالمناسبه مشكله الجيل كله حاليا. الحل انك لازم ترجع تعيد التحكم في استهلاكك، واعرف ان انت مش مستخدم، انت منتج. والسوشيال ميديا مش بتقدم لك المحتوى اللي يناسبك، دي بتقدم لك المحتوى اللي يخليك تستمر حتى ولو هيدمرك. المفسده الثانيه وهي زرع المعتقدات الغريبه عن حياتنا. في حكمه بتقول: فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. والمعنى ان الفعل اقوى بكتير جدا من الكلام، وان لو شخص واحد عمل موقف اخلاقي قدام الناس، فده هيوصل للناس افضل بكتير جدا من 1000 محاضره عن الاخلاق. فتخيل بقى لو في ناس عايزه تغير مفاهيمك، مش هتدخل عليك بمحاضرات عشان تقولك ان الشذوذ كويس او المثليه حريه شخصيه، لا هيزرعوا شخصيه جذابه في مسلسل بتحبه او فيلم مبهر، ويخليك تتعاطف وتحس ان اللي قدامك ده انسان عادي. وده هو اخطر باب بيخترق بيه العقل، مش بالكلام، بالفعل. بنشوف الكلام ده في السوشيال ميديا وفي الشركات الأجنبية للأفلام وحتى الرياضة، وشخصيات عموما في كل عمل أو وسط بتدعم الفكرة دي، عشان تكرار الفعل هيساوي تطبيق، وتكرار الشخصية هيساوي تعاطف. وفي لحظة تبص تلاقي نفسك بقيت شايف الغلط عادي، ومش لأنك اقتنعت، لا لأنك اتعودت. والحل هنا إنك تتقبل الرفض لأي فكرة بتمس معتقداتك أو ثقافتك، ومش معنى إن هي منتشرة تبقى عادي. انتشارها ده هي خطة ممنهجة عشان يقدروا يوصلوا لك إن هي عادية. المفسدة رقم 3 وهي تغيير المسميات، ودي من أخطر الحيل اللي بيستخدموها. بيغيروا اسم الحاجة عشان شكلها يبقى مقبول، بدل ما يقولك علاقة بين 2 خليها مساكنة، عدت كده صح؟ وبدل ما يقولك قمار يقولك مراهنات، لا كده بقت عادية ما فيهاش حاجة. بدل ولد وبنت بيكلموا بعض من ورا أهلهم فيما لا يرضي الله، بقت ريليشن شيب. الانجليزي برضه بيفرق. بيشوهوا المعاني عشان يموتوا نفورك منها. انت كمسلم اتذكر عندك في القرآن مصطلح الزنا اكتر من مرة، وعارف عقابه كويس جدا، وعندك عقيدة وايمان تمنعك عنه، لكن مع تغيير المسمى كل ده بيضيع. ما كل الناس كده، او احنا بقينا في سنة 2025 على فكرة، اصلهم بيحبوا بعض. وهنا لازم تتعلم ان الحكم على الاشياء بيكون من اصلها مش من اسمها، ان الفعل هو اللي هيحكم عليه مش الاسم. ارجع للفعل اللي بيحصل وشوف هو ده كده صح ولا غلط، وابعد تماما عن المسمى لان سهل جدا ان هو يتلعب فيه. فلو الفعل غلط، اسمه ما يشفعلوش ولا يبرر له ولا يخليه مقبول. واحنا في زمن في ناس بتحاول تغير الحق بالمسميات، فهتلاقي نفسك بكل سهولة بتدافع عن الباطل وانت فاكر نفسك ان انت منفتح. المفسدة رقم 4 وهي مقارنة نفسك بالناس. يمكن دي أكتر حاجة بتدمر شباب الجيل ده من غير ما ياخدوا بالهم. تدخل تشوف واحد بيصور نفسه وهو مسافر، بيضحك وناجح، جسمه حلو وبيكسب كويس جدا، وأنت قاعد في أوضتك لابس ترنج قديم وشايل هم امتحانات أو شغل أو مسؤولية، ودماغك تبدأ تسأل ليه هو عنده كل ده وأنا لأ؟ هو أنا ناقصني إيه؟ هو أنا فاشل؟ المشكلة هنا مش إنك شفت نجاح حد، المشكلة هنا إنك شفت النجاح ده من غير ما تشوف الكواليس. ما شفتش القروض أو الحزن أو حتى المعاصي اللي بيعملها عشان يوصل، أو التمثيل اللي قدام الكاميرا. المقارنة دي بتقتل رضاك وشغفك وتركيزك وساعات حتى دينك. والحل هنا انك تبطل تبص لغيرك طول الوقت، وتركز على رحلتك انت، على قيمتك واهدافك وطريقك اللي ربنا كتبهولك. لان كل واحد مننا ليه قصة، وقصتك مش لازم تشبه حد. طريقك غير طريقه، وتحدياتك اكيد غيره، حتى ولو كانت وجهتك واحدة. مفيش مانع انك تقتدي بحد ناجح عشان تكون زيه، بس لازم النجاح ده يكون من كل الجوانب. يعني ما تبصش لحد ناجح ماليا بس فلوسه دي اكتسبها من طريقة ما ترضيش ربنا. هتستفيد ايه يعني لما توصل لده؟ المفسدة رقم 5 وهي ادمان الاستهلاك.
الناس دايما بتتكلم عن ادمان السوشيال ميديا، لكن في نوع اخطر بكتير، انك تكون مستهلك طول الوقت مش منتج. تدخل تتفرج على فيديو مسلسل تيك توك او شورتس، بعدين تقول انا تعبت ومش فايق اعمل حاجة. عقلك بيستنفذ طاقتك طول الوقت، بس مش في شغل ولا عبادة ولا حتى علم، في استهلاك بدون اي قيمة. وده بيقتل روح الانتاجية وبيحولك لسلعة، شخص كسول عايز كل حاجة تجيله من غير اي تعب. وده بيخليك دايما مرهق وبتلوم نفسك وتحس ان انت مش منجز رغم انك طول اليوم كنت مشغول. والحل انك لازم تتحرك. في الواقع افضل بكتير جدا من انك تتفرج على فيلم او فيديو مضحك. اتحرك انت وشوف ازاي تقدر تعمل حاجة تدخل بيها السعادة على قلبك، وهتلاقي حاجات كتيرة جدا. بدل ما تستنى الكورس الشامل اللي هيديك كل المعلومات، اتعلم اكتر من كورس مخصص وانزل اتدرب في مكان، وهتتعلم خبرات ومعلومات اكتر بكتير جدا من اللي كنت هتاخدها في الكورس الشامل. الفكرة انك تتحول من وضع الاستهلاك والاعتماد على الغير في كل شيء لوضع الانتاج والاعتماد على نفسك. المفسدة رقم 6 وهي الاهم فيهم كلهم، وهي فقدان القدرة على التأمل والتفكر العميق. آخر مرة قعدت ساكت من غير موبايل كانت إمتى؟ آخر مرة فكرت تفكير هادي من غير أما حد يزعجك كانت إمتى؟ المشكلة إن إحنا بقينا خايفين من الهدوء والسكون والقعاد مع النفس. دايما في ودنك صوت ودايما في عينك شاشة، وده خلانا ننسى أهم نعمة في العقل، وهي القدرة على التأمل. قدرة إنك تسأل هو أنا عايش ليه؟ وإيه اللي بيني وبين ربنا؟ إيه اللي أنا بعمله صح؟ وفين الغلط اللي أنا محتاج أعدله؟ لكن طول ما عقلك مشغول مش هتسمع صوت ضميرك ولا صوت فطرتك ولا حتى صوت الهداية اللي بتناديك. كل آية في القرآن أولها أفلا تنظرون أو تتفكرون أو غيره، ربنا بيعلمنا إن التأمل هو ده اللي بيجيب التوحيد والإيمان بالله، وبيعلمنا أهميته. وعلى سبيل المثال سيدنا إبراهيم إيمانه وتوحيده بربنا جه من التأمل والتفكر في خلق ربنا. دايما الوقت اللي برجع فيه من صلاة الفجر وأنا مش سامع غير صوت خطوات رجلي وجوايا سكينة الصلاة، بيكون ده الوقت اللي بيحصل فيه ربط ما بين روحي وما بين عقلي، وابدأ اتأمل في حياتي وفي اهدافي وفي طريق اللي انا عايز احققه. وقت مع نفسي بس. ممكن بالنسبة لك يكون مع فنجان قهوة الصبح وصوت العصافير وراك. المهم انك تنفرد بنفسك. التأمل مش رفاهية، التأمل عبادة. في النهاية حابب اوصل لك ان العقل اللي ربنا كرمك بيه مش أداة استهلاك ولا منصة دعاية لأفكار غريبة، ده مفتاح لنجاحك. فلو حافظت عليه هيوصلك للحق ويقربك من ربنا ويحقق لك رسالتك. ولو سبته يتلوث ويتشتت ويتغسل دماغك، فحتى أقوى إيمان هيتكسر على باب الشاشة اللي قدام وشك. فخليك فاكر إن كل فكرة وكل نظرة وكل معلومة بتتعرض لها بتأثر على فكرك وعلى قراراتك وعلى حياتك كلها. فاسأل نفسك كل يوم، أنا بحمي عقلي ولا بسيبه يضيع مني وأنا مش واخد بالي؟ في النهاية لو طلعت من الفيديو ده بفكر مختلف ونية حقيقية على التغيير، فما تنسانيش سبسكرايب عشان تدعمني إن أنا استمر في المحتوى ده. وسلام.